طبعا كلنا عارفين ان الذكاء الاصطناعي دخل في كل حاجه في حياتنا، حتى برامج اللايت روم والفوتوشوب بقى فيها تولز تقدر تستخدمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، واشهرهم طبعا الجنريتيف فيلم. والشركات طبعا شايفه الكلام ده كله دايما بتطور من البلجنز بتاعتها عشان تساعد الناس ان هي تعمل كل حاجه بشكل اسهل. في الحلقه دي هنتكلم عن بلجنز شغاله على برنامج فوتوشوب بتقدر تعمل لك ريتاتش للسكن بشكل احترافي جدا وبكل سهوله بدوسه زرار. والبلجن اللي هنتكلم عنه هو بلجن ريتاتش فور مي. الشركه تواصلت معايا وبعتوا لي البلجنز عشان اجربها، كمان عاملين لكم خصم 30% على اي حد هيشترك من خلال الكود او اللينك اللي موجود في الديسكربشن. تنويه بسيط، الفيديو ده عباره عن تجربه، انا اول مره افتح البلجن وما اعرفش بيعمل ايه ولا اي حاجه، هتكون تجربه لايف كده عشان الاحقيه يعني. ان شاء الله بعد الفيديو ده هيكون في فيديو تفصيلي اكتر عن البلجنز. فيلا بينا. طيب انا هستخدم صوره عاديه جدا ومشهوره جدا ما بين كل الناس اللي بتعمل ريتاتش للصور، صوره كده بتبقى موجوده دايما على النت، وهسيبها لكم كمان لينك داونلود ليها في الديسكربشن عشان تقدر تشتغل معايا. فهي صوره مشهوره كل الناس استخدمتها قبل كده وموجوده اصلا فور فري على النت، تقدر تنزلها. هنعمل اوتو بيزك بسيط، مش هشتغل بشكل كبير على الصوره في البيزك اديت، ممكن بس ازود شويه كونتراست واقلل شويه في الوايت علشان الفرقعه اللي موجوده في هنا وهنا كده تحت عينيها، وازود شويه الفايبرنس، ممكن شويه ساتوريشن. بعد كده ادوس على شيفت اوبن اوبجكت عشان لو عوزت اعمل اي ايديت تاني على الكاميرا رو اقدر ارجع لها بكل بساطه. طيب انا هعمل كنترول جي او اعمل كوبي للصوره بتاعتنا، وبعد كده انا بعد ما سطبت البلجنز بروح عند فلتر ريتاتش فور مي، وهم بعتوا لي 4 بلجنز. اول واحد دوج اند بيرن، ثاني واحد هيل، ثالث واحد بورتريت فوليومز، رابع واحد سكين تون، وكل بلجن بيعمل حاجه شكل. وعلى فكره هم عندهم بلجنز ثانيه تقدر تخش على الويب سايت برضه هسيبه لك في الديسكربشن تتفرج على بقيه البلجنز بتاعتهم. ولكن احنا اول حاجه بنعملها في الصوره هي ايه؟ هي الهيلينج، ان احنا نبدا نشيل الحبوب او المشاكل اللي موجوده عندنا في الوش، وكنا بنعملها بسبوت هيلينج براش تول والكلام ده كله. لكن هنا الموضوع المفروض يبقى بروفيشنال او اسرع طبعا، وهندوس على كلمه هيل عشان نشوف البلجن ده ممكن يعمل لنا ايه. هو هنا بيديتكت الصوره وبيعمل بروجرس وبس كده. المفروض هو خلص كل الحاجه اللي انا عايز المفروض اعملها. تعالوا نشوف، نعمل زوم كده ونشوف بيفور وافتر. اوريجينال، افتر، بيفور، افتر. واو، شالها بشكل الصراحه جامد جدا. ايه ده؟ شايفين هنا المنطقه هنا والمنطقه هنا اللي كانت على المراخير، بصوا شال كل الحبوب وكل المشاكل اللي في الوش بطريقه احترافيه جدا جدا جدا. هي طبعا في السنسيتيفيتي، تقدر تقلل السنسيتيفيتي وتعلي السنسيتيفيتي بتاعه شيل المشاكل اللي موجوده في الوش، ولكن طبعا هي موجوده 100% بحيث انت تشيل المشكله كلها، ما تسيبلهاش منطقه هنا باينه او حاجه. الميزه كمان ان هو هنا زي تحس ان هو عمل فريكوينسي سيبريشن واشتغل على المنطقه اللي فيها الديتيلز وساب الكلر، لان حتى الالوان ما باظتش. في ناس لما بتشيل المشاكل اللي في الوش بتبوظ الالوان وتسيب التكتشر، ولكن هنا الدنيا تمام. تحت هنا هيقول لك اذا كنت مثلا الحاجه اللي انت بتشتغل عليها دي كلوز اب بورتريه ولا هاف لينث ولا فول لينث، ولو انت مش زعلان من النتيجه بتدوس نوت هابي علشان ترجع للويب سايت يخليهم يطوروا في الموضوع، ولو تمام بتدوس ابلاي. وانا شايف ان الموضوع تمام ادوس ابلاي كده. خلصت عمليه الهيلينج بتاعه الصوره في دوس الزرار. تاني حاجه بعد ما خلصنا الهيلينج بنروح على مرحله الدوج اند بيرن، نبدا نظبط الحتت المناطق الغامقه ومناطق الفاتحه في الصوره بتاعتنا. فبرضه هعمل نفس الموضوع، هروح على فلتر ريتاتش فور مي، بعد كده ادوس على دوج اند بيرن. نفس الموضوع بيبدا يعمل عمليه بروسيسنج. وتعالوا نشوف بيفور وافتر، بيفور وافتر، بيفور وافتر. ايه ده؟ ايه ده؟ موضوع جامد جدا. يمكن هو سيح شويه في مناطق معينه، ولكن ستيل الموضوع جامد جدا. خد بالك انت بتدوس الزرار ما بتشتغلش خالص، اللي بيعمل دوج اند بيرن بيقعد بالساعات. احنا ممكن نقلل شويه البلند ونقول له اوريجينال، او نعلي. يعني بصوا كده بيقلل شويه من قوه الدوج اند بيرن، وكده بيعلي من قوه الدوج اند بيرن. انا محتاج اقلل شويه، مثلا اخليها لدرجه 80 او 85%. اوريجينال اوكي، بيفور وافتر، بيفور وافتر.
انا شايف الصوره كده ممتازه جدا وكويسه كدوج اند بيرن بالذكاء الاصطناعي. الموضوع جامد جدا. ممكن ادوس على كلمه ابلاي، وبالنسبه لي كده انا خلصت الدوج اند بيرن وخلصت مرحله الهيلينج. نيجي لثالث مرحله وهي البورتريه فوليوم. البورتريه فوليوم ده هو مهمته ان هو بيعمل دايمنشن او زي تقول كده ايه، بيخلي الوش بتاعك 3 دي اكتر بحيث ان هو يبان بوب او اقوى في الصوره بتاعتنا. هروح على ريتاتش فور مي بورتريه فوليومز وادوس عليها واخليه يشتغل في الصوره بتاعتنا. ولو وصلت للمرحله دي لسه معايا في فيديو، فعايز اقول لك ان في عرض على كورس باقه المصورين. الكورس عباره عن كورس لايت روم كامل من الصفر للاحتراف، وكورس فوتوشوب كامل من الصفر للاحتراف، عباره عن فيديوهات مسجله، وفي كمان باقات كتيره جدا واضافات على البرنامجين بقيمه $200 بتاخدهم فور فري. انا عامل خصم دلوقتي على الكورس في خلال شهر رمضان. هسيب لك لينك الكورس بتاعي في الديسكربشن، وكمان كود الخصم هيظهر لك دلوقتي وهيكون موجود كمان في الديسكربشن. ماشي، نرجع للصوره بتاعتنا ونشوف فكره البورتريه فوليوم. زي ما انتم شايفين هو عمل، تحس ان هو عمل دوج اند بيرن تاني للصوره بتاعتنا بس بشكل جلوبال، يعني شكل الصوره كلها، ما خدش منطقه. يمكن هنا في شويه عيوب بسيطه، ان هي الحته دي ما ظبطتش قوي. اوريجينال بيفور وافتر، بيفور وافتر، بيفور وافتر. ممكن نشوف لو بلند اكتر، هنعمل كده بيفور وافتر، بيفور وافتر. لا كده زياده قوي عن اللزوم. انا شايفه كان ممكن نقلل كمان ل 90 او 95%. بيفور وافتر، بيفور وافتر، ممتاز. انا شايف كده الدنيا كويسه جدا. بعد كده ممكن ادوس على كلمه ابلاي. كده انا عملت بورتريه فوليوم وعملت دوج اند بيرن وعملت هيلينج، 3 بلجنز ورا بعض من غير ما اتعب نفسي. خدوا بالكم انا بدوس الزرار وهو بيشتغل. اخر حاجه انا عايز اشتغل عليها في الفلترز هي السكين تون او شكل التون بتاع الوش كله. هدوس على ريتاتش فور مي سكين تون، كوبايه شاي مزاج الصراحه، وادوس على اوريجينال بيفور وافتر، بيفور وافتر. زي ما انتم شايفين الصوره كانت مديه على تنت ماجنتا اكتر، دلوقتي هي راحت ناحيه الاخضر سيك. احنا ممكن نزوم يعني عشان تشوفوا كويس قوي الموضوع. بيفور افتر، بيفور افتر. ركز على الحته الهايلايت اكتر، يعني دي اكتر منطقه فيها ممكن يكون مشكله، ركز عليها هنا. بيفور افتر، بيفور افتر. بعد كده ممكن اقلل شويه البلند عشان كان الاخضر زياده شويه. بيفور افتر، بيفور افتر. في مشكله هنا بسيطه ان هو خد اللبس او الكالر بتاع الشفايف ودخل معانا ممكن شويه في العين والكلام ده كله. هنحل الموضوع ده ازاي؟ ندوس على ابلاي وهلغي السكين تون ده خالص اهو، وهعمل لاير جديد وهقول له اعمل لي فلتر سكين تون تاني. بعد كده هدوس عليه ابلاي، وبعد كده اعمل له ماسك واشيل بقى المنطقه اللي انا مش عايزها خالص هنا. دوس على البي، اختار الاسود واشيل ده. ممكن كمان اشيل اللي موجوده في العين، اشيل كل حته انا شايفها ان هي ممكن تكون مبوظه الصوره بتاعتنا. ممكن اشيل الحته دي برده شويه كده وكده. بالنسبه لي كده انا خلصت الصوره. خلصت الصوره بقى في ايه؟ هيلينج، دوج اند بيرن، بورتريت فوليوم، وكمان سكين تون. تعالوا نشوف بيفور وافتر. بيفور وافتر، بيفور وافتر. بس كده دي كانت النظره الاولى عن البلجنز ريتاتش فور مي. انا شايفه ان هو الصراحه ممتاز جدا لو اي حد عايز يشتغل في صوره بسرعه، او لو عايز تقلل شويه من الستبس اللي بتعملها. في عموما الريتاتش بتاع الوش بياخد بالساعات، فانت ممكن باستخدام ريتاتش فور مي ده ممكن تقلل من وقت الايديت اللي انت بتعمله. ممكن تستخدم مثلا الهيلينج دي كانت شغاله كويس جدا، دوج اند بيرن شغاله كويس جدا. لو في اي حاجه تقدر تعدلها بالماسك هسيب لكم اللينك بتاع البلجنز موجود في الديسكربشن. في خصم 30% على كل البلجنز لو استخدمت البرومو كود AS20. الخصم ده موجود لفتره محدوده، بعد كده هيرجع تاني بسعره الاساسي، ولكن برضو لو استخدمت الكود بتاعي هتاخد خصم 20%. فدلوقتي في 30% خصم، وبعد فتره شويه كده ال 30% يخلصوا وهيبقى في خصم 20% باستخدام الكود بتاعي. انا شايفه ان هي اداه مهمه جدا وممتازه لاي حد بيعمل اديت. ما تنساش برده الخصم على الكورس بتاعي. هسيب لك كل التفاصيل وكل الكلام اللي اتكلمناه ده كله في الديسكربشن، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.